احتياطات الصب في الاجواء الحاره. اول حاجه المواد بتاعتك او المكونات بتاعتك لازم تبقى بارده. ان لو عندك ركام مثلا اخزنه تحت مظلات بحيث اشعه الشمس المباشره بتاعتي ما تسخنليش الركام. ممكن احتاج ان انا ابرد الركام ده، ابرده بالميه، ممكن ابرده بالهواء البارد، ممكن نيتروجين السائل، خاصة الخرسانة الكتلية كمية خرسانة كبيرة، أنا خايف أساسا من حرارة الإيماها بتاعة الأسمنت، فساعات ببرد الركام بتاعي ده بالنيتروجين السائل يبقى ساقع جدا، بحيث إن لما هصب الخرسانة الكتلية دي تعادل كمية الحرارة بتاعة الإيماها العالية دي وتقللها، فما يحصليش الشروخ بتاعة الإيه؟ بتاعة الشروخ الابتدائية. أماكن تخزين الأسمنت برضو بعملها تحت مظلات. والميه لو عندك تنكات ميه تبقى ادهنها من بره بلون ابيض، بحيث ان هي اشعه الشمس اللون الابيض بيمتص اقل كميه من اشعه الايه؟ من اشعه الشمس، فما تسخنيش الميه. ممكن احتاج ان انا اعمل مبردات ميه زي المبردات اللي احنا من الميه اللي احنا بنشربها دي، ممكن اسقع الميه قبل ما اضيفها على الخلط، ممكن اضيف ثلج على الميه بحيث ان هو يسقع لي الميه برضو قبل ما اضيفه على خلطه. المعدات بتاعتي معدات النقل لازم تبقى برضو ايه؟ احطها في مكان ضله، ما تبقاش هي حرارتها عاليه، ويا ريت لو كانت ايه؟ بيضه برضو. ارش الفرن بتاعتي بالميه قبل عمليه الصب، الفرن بتاعتي لو كانت حرارتها عاليه تساعد لي عمليه البخر بتاعه الميه اللي جوه الخرسانه، ارشها بالميه قبل عمليه الصب. اسرع في عمليه نقل الخرسانه دي من مكان الخلط لمكان الصب، بحيث ان هي درجه الحراره العاليه دي ما تبخرليش كميه ميه اكبر. اختار ميعاد صب كويس بعيد عن درجات حراره الذروه بتاعه اليوم. لو جينا شفنا درجات الحراره بتبقى انسب حاجه امتى، هلاقيها يا اما في الصباح الباكر او في المساء المتاخر. هنلاقي من الساعه 6 صباحا لحد الساعه 6 مساء دي الشمس بتبقى اكبر اشعه شمس واكبر الراديشن بتاعي بيبقى ايه؟ الكيرف بتاعي بيبقى اكتر حاجه عند الساعه 12 الظهر. لكن لو جينا شفنا درجه الحراره هنلاقي درجه الحراره عند 6 الصبح دي اقل حاجه، وبعد كده تبدا تعلى 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 لحد لما توصل اكتر حاجه دي عند الساعه ايه؟ 4 العصر. يبقى اشعه الشمس دي عقبال ما تسخن لي الحاجه وبتاع بتاخد من 12 الظهر دي لايه؟ ل 4 العصر. تبدا درجه الحراره تقل 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 معايا تدريجيا. يبقى انسب درجه حراره لو جينا نشوف انسب درجه حراره امتى، هنلاقيها في الصباح الباكر اللي هو 6 الصبح كده، والمساء المتاخر اللي هي 12 بالليل دي. لو عندك درجه الحراره اكتر من 42 ما تصبش. تتاكد من درجه حراره الخرسانه اللي انت صبتها دي، عندك في ترمومتر معدني بتحطه في الخرسانه بيقول لك درجه حراره الايماها بتاعه الخرسانه دي عاليه ولا قليله. لو عندك الرياح بتاعتك شديده، الرياح دي بتبقى سخنه، الهواء السخن ده بيعلي لي معدل البخر، فبعمل مصدات للرياح بحيث ان هي تصد لي الهواء ده ما يوصلش ليه الخرسانه المصبوغه. بغطي الخرسانه دي، بعمل تندات فوق الخرسانه بحيث ان اشعه الشمس المباشره ما توصليش للخرسانه وتبخر لي ليه؟ الميه. ان انا اسرع في عمليه المعالجه بعد ما الخرسانه تشك وتتصلد، ان انا ابدا ارشها بالميه واعالجها بحيث ان انا اعوض كميه الميه اللي هتتبخر دي وهتسبب لي الشروخ.